من اكتر الحاجات اللي بتشغل عقول الناس هي المستقبل. يا ترى بكره هناكل ايه؟ يا ترى هتجوز امتى؟ يا ترى القبض هينزل بدري ولا لا؟ بس كل دي حاجات بتحصل على المدى القريب، لكن توقعات ال100 سنه اللي جايين مختلفه حبتين. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كريبتون، والنهارده هنتكلم عن اغرب التوقعات للسنين الجايه. كلنا شفنا فيلم الحاسه السابعه، ويمكن الفيلم محفور في ذاكرتنا لمجرد ان فكره انك تقدر تقرا افكار غيرك هي فكره جميله وشيقه ومثيره لحماسك عموما. بس لو انتقلنا لعالم الواقع، هل ده وارد يحصل؟ تخيل لو معاك جهاز يقدر يقرا افكار الناس من حواليك. من اكبر العواميد اللي قايمه عليها العلوم هي الشغف انك عايز تحل كل مشكله بابسط الطرق مهما كانت التضحيات. وموضوع قراءه الافكار مش شيء بعيد عن تفكير العلماء، ومن اكتر الدول اللي اهتمت بالموضوع ده دولة اليابان. علماء اليابان حطوا زي جدول زمني كده ماشيين عليه عشان يصمموا أجهزة تقدر إنها تقرأ الأفكار. وبالفعل مجموعة من العلماء في جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية، واللي مختصة في علوم الكمبيوتر والتكنولوجي، قدروا إن هم يصمموا آلة بتقدر تبحث في إشارات الدماغ وتقدر تستخدمها في إنك تقرأ الأفكار. وبيقولوا إنها ناجحة بنسبة 87%، وبالرغم من إنها فكرة صعبة للغاية ومش سهل، إن ما كانش مستحيل تقدر تقرأ أفكار إنسان، إلا إن العلم كل يوم بيثبت إن كل شيء وليه حلول حتى لو كانت دماغ الإنسان. ومين عارف، يمكن يجي علينا يوم ونلاقي أجهزة قراية المخ بتتباع في الأسواق زيها زي شاشات التلفزيون. لو جبتلك إنسان آلي وقلتلك هتعمل بيه إيه؟ أول حاجة هتيجي في بالك إنه هيقوم بشغل البيت، أو مثلا هيقضي مشاويرك، أو يقوم بشغلك ويعمل المهام الشاقة اللي بتقوم بيها. ما بالك بسواقة عربيتك؟ بالتأكيد قيادة السيارات أمر ممتع، بس لو كانت الدنيا زحمة في شارع البحر أو على الكورنيش، الموضوع مش هيكون فيه أي متعة، وهيكون مرهق للذهن وللجسد. ما بالك بقى لو في إنسان آلي هيسوق مكانك؟ بص، هو مش إنسان آلي بالظبط، بس هو حاجة قريبة منه. وده دفع المصانع والشركات بالاستعانة بالحاسب الآلي علشان يقدروا ينفذوا ويصمموا سيارات ذاتية القيادة. الموضوع مرن وسهل وبسيط. تركب عربيتك وتحدد وجهتك وتفرد ظهرك لورا، وعربيتك هتوديك لمكان ما تحب. في الصين في شركة اسمها بايدو، وهي شركة تقنية صينية متعددة الجنسيات ومتخصصة في الخدمات والمنتجات ذات الصلة بالإنترنت والذكاء الاصطناعي، ومقرها في حي هايديان في بكين. الشركة بالفعل بدأت في التخطيط لإطلاق كمية كبيرة من السيارات ذاتية القيادة، واللي عاوزة تغرق بيها شوارع بكين وشنغهاي. وفعلا الحكومة بدأت في التخطيط إنها تزود الرسوم على السيارات اللي بتمشي بالغاز وتوفر سهولة أكبر للعربيات اللي بتمشي بالكهرباء. ومتوقع إن الحكومة الصينية هتدي دعم كبير لشركة بايدو عشان تنزل أكبر كم ممكن من السيارات ذاتية القيادة، وقريب جدا هتركب عربيتك وهي اللي هتمشي بيك، مش انت اللي هتمشي بيها. ومن العربيات اللي بتمشي على الأرض هنطلع لفوق شوية لكام ألف قدم كده، وهنروح للطيارات. الطيارة العادية بتستهلك كم كبير جدا من الوقود عشان تاخد دفعة قوية من على الأرض، ومحتاجة وقود أكتر وهي طايرة في السماء. في شركة اسمها ايفييشن ايركرافت، ودي بدأت بالفعل في تطوير طيارة بتطير بالطاقة الشمسية. وبحلول عام 2022 متوقع إن الطيارات دي هتبدأ تشتغل وتنتشر وتتوسع، واللي بدورها هتقلل من عوادم الطيارات وكمية الوقود المستهلكة. وسنة 2023 متوقع إن النرويج هتبدأ تستقبل الطيارات اللي بتعمل بالطاقة الكهربائية. وفي عام 2025 متوقع إنها هتعمل أول مطار كامل كل الطيارات اللي فيه هتطير بالطاقة الشمسية والكهربائية. ومتوقع توفير كم كبير جدا من الأموال بسبب الطيارات دي، لأن الطيارات العادية بتستهلك حوالي $400 لو الطيارة هتمشي 100 ميل، لكن لو بتمشي بالكهرباء هتستهلك حوالي $4 بس. وعموما كلها سنتين 3 وهنشوف ده على أرض الواقع. ودلوقتي هاخدك لمكان أبعد شوية، وهنروح في رحلة طويلة حبتين لواحد من أقرب الجيران لكوكب الأرض، ألا وهو كوكب المريخ. بقولك إيه رأيك نروح نعيش في كوكب المريخ ونبني هناك بيت كبير ونسكن فيه؟ كوكب المريخ المعروف بالكوكب الأحمر، وهو رابع كواكب المجموعة الشمسية، واحد من أهم الكواكب اللي شغل بال العلماء. فكرة إننا نعيش عليه أو نستوطنه فكرة كانت وما زالت شغلة بال كل عالم فضاء، واللي لسه لحد دلوقتي مفيش إنسان راح لأي كوكب تاني خارج كوكب الأرض. ايلون ماسك
صاحب شركة سبيس اكس، وهي شركة خاصة أمريكية مختصة بصناعة هندسة الطيران والفضاء الجوي والرحلات الفضائية، وعد سكان كوكب الأرض إن سنة 2024 هيكون عام وصول أول كائن بشري لكوكب المريخ، وهيعمل كده لما يكون كوكب الأرض وكوكب المريخ في أقرب مسافة ليهم من بعض، واللي هتسمح إن الرحلة من كوكب الأرض للمريخ تكون أقصر شوية من المعتاد، واللي هي تقريبا 6 شهور. وفكرة إن في إنسان هيقدر ينزل على أي كوكب تاني خاصة الكوكب الأحمر هي حلم بيراود أي حد حتى لو كان طفل صغير. وعموما نتمنى إن الفكرة تتحقق ونعرف أكتر وأكتر عن الكوكب الأحمر، ونعرف هل ينفع نعيش عليه كبشر ولا لا. ودلوقتي نرجع لكوكبنا، وخليني أسألك سؤال: إيه رأيك أتحكم فيك وأخلي اكتئابك فرح؟ إيه رأيك أخرجك من أي مود مهما كان سلبي وأخليك أسعد إنسان في الدنيا بحالها؟ وده اللي بتحاول الحكومة الأمريكية إنها تنفذه وتطبقه على أرض الواقع، وقامت بطرح مبادرة اسمها مبادرة برين سنة 2013. والمبادرة دي هدفها رسم خرائط لنشاط الخلايا العصبية في الدماغ البشرية، ومحاولة لفهم أكبر كم ممكن من المخ البشري اللي هو أعقد حاجة في الحياة تقريبا. والمتوقع إن المبادرة دي بتتكلف كل سنة حوالي 300 مليون دولار ولمدة 10 سنوات، يعني هتخلص في 2023. والعلماء شايفين إنها هتساعد على حل أغلب المشاكل النفسية والعصبية اللي بيمر بيها الإنسان. يعني بدل ما الدكتور هيكتب لك على شوية أدوية وبرشام، هيكتفي بعمل رسم لمخك ويغير شوية في الإحداثيات وهوب بقيت تمام وزي الفل. وعموما الموضوع على قد ما هو يبان خيال علمي إلا إنه بيدعو للتفاؤل، وعموما يعني مش بعيدة وبكرة نشوف. تخيل لو فيلم آيس إيدج يبقى حقيقة، وماشي في الشارع تلاقي ماموس معدي من جنبك أو ديناصور طاير في الهواء. لو فاكر إن الموضوع كرتوني وخيال علمي، خليني أقولك إن العلماء بيحاولوا يخلوا ده حقيقة مش مجرد كلام. متوقع في عام 2028 إن العلم هينجح في استنساخ المادة الوراثية لمجموعة من الحيوانات اللي انقرضت من ملايين السنين، زي طائر الدودو وحيوان الماموث وبعض أنواع الديناصورات. ودلوقتي العلماء شغالين على طرق نمنع بيها الانقراض عموما لمختلف أنواع الحيوانات، زي استخدام المادة الجينية للحيوانات وحفظها علشان نستنسخها بعدين، أو حتى يعدلوا عليها عشان يقدروا يحافظوا بيها على الأنواع من الانقراض. ومحتمل نشوف الحيوانات دي من تاني عايشة وسطينا، سواء كانت في حدائق الحيوان أو حتى في الشوارع أو الغابات، واللي بالتبعية هيخلينا نشوف كائنات كانت عايشة من آلاف السنين. وبصراحة كده الموضوع شيق وممتع ومثير للشغف، وفكرة إننا نعيد كائنات الماضي هتخلينا نعرف حاجات ما زالت غايبة عننا. ونبعد شوية عن الخيال العلمي وخلينا نخش في حاجة واقعية أكتر. واحد من أكتر التوقعات اللي العلماء شايفين إن هي بدأت تبقى حقيقة ألا وهي الانفجار السكاني لكوكب الأرض. خليني بس أشرح لك إزاي. حاليا سكان كوكب الأرض داخلين على 8 مليار إنسان، ومتوقع إن في نهاية سنة 2029 هيوصل سكان كوكب الأرض لحوالي 9 مليار. وهنا هتبدأ أزمة هتكون صعبة جدا علينا. بطبيعة الحال هيزيد احتياجنا للموارد والطاقة، واللي هيكون بنسبة 50% تقريبا، وهيزداد احتياج السكان للمياه العذبة بنسبة 30% حالهم. وأول ما تبقى الموارد قليلة هنوصل لنقطة اسمها نقطة الأزمة السكانية. وللأسف الموضوع مش هيقتصر على الأكل والشرب وبس، بل متوقع إن هتحصل حروب على الموارد بشكل عام زي الأراضي الزراعية والمياه. ومتوقع إن فترة الثلاثينات من القرن اللي احنا عايشين فيه هتكون فترة للحروب الإنسانية. يعني الحرب العالمية الثالثة قربت، بس هتكون يا عشان المية يا عشان الأكل. وعموما نتمنى إن العلم يكتشف لنا حلول تساعد على انتهاء الأزمة قبل حتى ما تبدأ. وبكده تخلص حلقتنا النهاردة. قولولنا في الكومنتات حابين نتكلم تاني في إيه، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تفعل الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أشوفك في الحلقة الجاية.